طب احنا عشان نقارن اسعار العقارات النهارده باسعار العقارات من 5 سنين اللي هي من 2018، هنبص ابسط حاجه، هنبص على نسبه التضخم. التضخم في 2018 زي ما انت شايف كده كان تقريبا حوالي 14.6، قول 14 ونص. ده في 2018. النهارده التضخم كام؟ النهارده التضخم حوالي 38%. يعني زاد كام في المية؟ يعني هنقول زاد حوالي مرة ونص تقريبا، يعني 150% تقريبا، في الرينج ده. وبناء عليه اسعار كل حاجة هتزيد. ده غير طبعا ان اسعار مواد البناء، الحديد والاسمنت وكل ده زاد. ده غير الحروب اللي حصلت في النص، طبعا كل ده بيزود. انت لو كنت هتجيب عقار في 2018 نقول ب 750 الف، 650 الف، 800 الف، في الرينج ده، النهارده متوسط سعر العقارات، مش عايز اقول رقم محدد بس يعني متوسط 2 مليون. انت لو لقيت حاجه كويسه ب 2 مليون يبقى حاجه امسك فيها بايدك واسنانك. والتقارير اهي بتقول اسعار العقارات ارتفعت بنسبه 70%. ده مش من 5 سنين، لا ده من فتره، يعني ده في فتره اقل من 5 سنين بكتير. وطبعا اسعار العقارات بتختلف من مكان لمكان، منطقه لمنطقه، محافظه لمحافظه. يعني انا بتكلم بوجه عام. طبعا واسعار الايجارات كمان زادت. ده عايزه اقول لك ان هما كمان دلوقتي بيسعروا الوحدات السكنيه يوميا باليوم. يعني ممكن النهارده سعر، بكره يكون سعر تاني، طبعا عشان سعر الدولار مختلف، بيختلف من يوم لتاني، سعر السوق الموازي وهكذا. عشان يكون في مقارنة عادلة او يعني تقدر تقدر الوضع بالظبط، اهو ده في 2018 في احدى المدن الجديدة كان سعر المتر حوالي 6000 ونص، 7000. شوف بقى دلوقتي سعر المتر كام، هتعرف الفرق او تعرف نسبة الزيادة بقت قد ايه. فالكلام بقى، الخلاصة اللي عايزة اقولها لكم، اللي معاه عقار ما يفرطش فيه، واللي معاه ذهب ما يفرطش فيه. محدش يبيع عقار عشان يجيب ذهب، ومحدش يبيع ذهب عشان يجيب عقار. كل اصل ليه مميزاته، لان انت لو بعت ده هتخسر، ولو بعت ده هتخسر. خلي الاصل معاك، حاول تستثمره او حاول تستفيد بيه. الذهب كده كده بيزيد، وما تبيعوش غير لما تكون داخل في مشروع او داخل في بيزنس، يعني هتعمل حاجه فيها راس مال بحيث انها هيضخ عليك استثمار، او هتجيب عقار وهتأجره وهتستفيد بفلوسه، او تشتري حته ارض وهتأجرها برضو هتاخد فلوسها وهكذا. ما تبيعش الذهب الا لحاجه زي كده. وما تبيعش عقار عشان تجيب ذهب، لان العقار برضو قيمته فيه. العقار برضو اسد حلو جدا ان يبقى معاك عقار. يعني انت شايف اسعار العقارات بتتطور ازاي بالملايين دلوقتي. فيعني دي نصيحتي، ومحدش يبيع حاجه اي اسد معاه غير لما يكون قدامه حاجه تانية، فرصه حقيقيه.